تخيل معايا العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مليان موبايلات ومليان ذكاء اصطناعي وشاشات واجهزه، بس من 80 سنه بس ما كانش فيه ولا اي حاجه من دول موجوده. لكن كل اللي احنا وصلنا له ده من جهاز واحد بس، جهاز ضخم وتقيل وبيسخن جدا وممكن يولع. اول كمبيوتر الكتروني في العالم وهو انياك. النهارده هحكي لك قصه حقيقيه من اول ما الجهاز ده اتعمل لحد يومنا هذا. دي كانت قصه اول كمبيوتر في العالم. نرجع لسنه 1940. في الوقت ده الحسابات كانت بتتعمل يدويا، ما كانش فيه اجهزه متطوره زي دلوقتي. علماء الرياضه بيقعدوا بالساعات وممكن بالايام عشان يحسبوا معادله واحده بس. المشكله ان العالم دخل في حروب كتيره، حرب عالميه اولى وحرب عالميه ثانيه. طبعا الجيوش محتاجه ان هي تعرف استراتيجيات اكتر عن الحرب، زي مثلا سرعه الرياح ومسارات الدفاع. مفيش بشري بعقله ده هيعرف يحسب الحاجات دي بسرعه زي الالات. فالعلماء فكروا ان هم يعملوا آلة تفك كل التعقيدات دي وتخليها بسيطة جدا وفي ثواني معدودة. ودي كانت أول فكرة لجهاز الإنياك، أول كمبيوتر في العالم. في 2 علماء أمريكان هم اللي اخترعوا الجهاز ده، هو العالم جون موكلي والعالم الثاني إكرت. ناس كتير اتريقوا عليهم وقالوا لهم إن الموضوع ده مستحيل يحصل، مستحيل عقل البشر يجيبهم إن هم يعملوا حاجة زي كده. لكن هم عملوا المشروع ده وعرضوه على الحكومة الأمريكية، والحكومة الأمريكية وافقت عشان كانوا هم في فترة حرب، فضخوهم بكل الاموال وكل المواد اللي هم محتاجينها عشان يعملوا المشروع ده. في سنه 1946 اتقدم للعالم اول جهاز كمبيوتر في العالم وهو الانياك. مش اول جهاز كمبيوتر بس، ده اول جهاز عالمي يحسب المعادلات بالسرعه دي في العالم كله لاول مره في التاريخ. وده هو يعتبر ابو كل الكمبيوترز اللي في العالم كلها. كان وزنه 30 طن ومساحته قد شقه كامله، مكون من 18000 لمبه متركبه فيه. بيحتاج تكييف مخصوص ليه عشان الحراره اللي بيولدها، لانه بيحتاج كهرباء 30 عماره مع بعض. لو اتقفلت لمبه واحده بس ممكن الجهاز يفصل ما يشتغلش تاني. ولان اللمبات كانت بتسخن جامد فكان لازم فريق متخصص جدا جدا يقعد قدام الجهاز ده، يقعد يشوف هو سخن امتى، طب يبردوه، طب يحاولوا يعالجوا اي حاجه تحصل فيه، عشان لو في حاجه قد كده فصلت فيه الجهاز هيبوظ. الانياك ما كانش كمبيوتر عادي بقى في ماوس وكيبورد وكده، كان حاجه ملوش اي علاقه بالكمبيوتر اللي في دماغك. ده كان لوحه كهرباء كبيره جدا جدا، عشان تبرمجه لازم تشبك اسلاك وتفك اسلاك، عشان زي كانه بازل بتركبه مع بعض عشان يعرف يشتغل. كنت لو عايز تغير العمليه الحسابيه من اول وجديد لازم تقفل الجهاز وتفتحه تاني، فده كان يعني صعب جدا في وقتها يعني. لكن كل ده كان بيهون ليه؟ عشان كان بيعمل حسابات في ثواني كان العقل البشري بيقعد يعملها في ساعات بل في ايام كمان. سرعته خرافيه بالنسبه للزمن اللي كان فيه ساعتها. الهدف الاساسي للجهاز ده هو انه للعساكر والجيوش عشان يعرفوا بيه مسار الصواريخ ويحاولوا يتوقعوا بيه الاعداء هيضربوا الصواريخ منين، ويعرفوا مسار الرياح ويعرفوا حاله الطقس والحاجات دي كلها. الجيش قدر يحسب كل الحاجات دي بسبب الانياك، وده اللي اعتبروه ان هو سلاح، بس سلاح غير مباشر، سلاح مش بيضر البني ادمين ولكنه سلاح بيساعد على التطور في الحرب، سلاح بيخلي الجيش اذكى بكتير من اي جيش تاني ما عندوش الكمبيوتر ده. بعد الحرب العلماء اكتشفوا ان الجهاز ده ما ينفعش بس للجيوش، ينفع كمان للجامعات وينفع للاقتصاد وينفع لحالة الطقس وينفع للفضاء. وكل مجال الجهاز ده دخل فيه الناس كانت بتقول عليه ان المجال ده هيبقى هو المستقبل، لحد ما الجهاز دخل في كل المجالات. وبالفعل بدأ سباق عالمي عشان تطوير المستقبل بالجهاز ده. الانياك اشتغل حوالي 9 سنين لحد ما اتقفل سنه 1955. لكن قبل ما يقفل فتح ابواب لاختراعات كثيره جدا زي الترانزستور وزي الكمبيوتر العادي واللابتوب والموبايل وكل الاختراعات. كل ده بدا من غرفه مليانه لمبات سخنه مولعه. ودي كانت قصه اضخم كمبيوتر في العالم واول كمبيوتر اتعمل في التاريخ. جهاز ضخم جدا لكن الاثر بتاعه وصل لحد جيبك، لحد الجهاز انت بتتفرج عليه منه ده، اذا كان كمبيوتر لابتوب او تليفون. كده نكون قصة الانياك أو أول كمبيوتر في العالم انتهت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لنا في التعليقات ايه المواضيع اللي حابين نتكلم عليها في الفيديوهات الجاية. سلام.